بصراحة وحشتوني. أخيرا الواحد يرجع يحلل بعد المباريات تاني من بعد انتهاء كأس العالم. آخر مباراة حللتها وكنت معاكم فيها هي مباراة النهائي ما بين منتخب الأرجنتين والمنتخب الفرنسي. بصراحة بعدها قلت أنا لازم أخد بريك طويل شوية. ما بطلتش تقريرات، كل يوم كان فيه تقرير، لكن كان الواحد محتاج شوية راحة كده من ان هو يتواصل مع الكاميرا، لحد ما قلت لا خلاص انا لازم ارجع. وامبارح قلت ان اول مباراة هرجع بيها هي مباراة ريال مدريد وفياريال. ليه؟ لان كنت متوقع بصراحة انها هتكون مباراة قوية، وبصراحة هي كانت مباراة قوية جدا النهاردة. طب ليه هي كانت مباراة قوية؟ ليه توقعت كده؟ لثلاث اسباب مالهمش رابع. المباراة دي مفروض على الورق ما بين اقوى فريق في الليجا هجوميا بيسجل اهداف، واقوى تاني فريق في الليجا دفاعيا بيستقبل اهداف، اللي هو نادي فياريال. تاني نقطة ان اصلا ملعب فياريال ملعب صعب على ريال مدريد، حتى لو الريال اصلا في اقوى فتراته في 2015 2016 2017 برضو الملعب ده صعب، ملوش علاقة خالص بمستوى الريال. دايما الريال بيتعثر في الملعب ده، زي مثلا ما برشلونة بيتعثر في ملعب ريال سوسيداد، ملعب اوساسونا، كل نادي كده بيبقى عنده ملاعب ما بتجيش معاه الكوره فيه. تالت نقطة والمهمة قوي ان اصلا فياريال نادي قوي، بقاله 5 مباريات ما بيخسرش في كل البطولات، بقاله مباراتين بيكسب في الدوري الاسباني، وكمان فارق بينه وبين المركز الرابع في الدوري اللي هو اتلتيكو مدريد 3 نقاط. فطبيعي ان المباراة كانت قوية، وفعلا المباراة كانت قوية جدا. النهارده فياريال قدر يفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1 ويتساوى في النقاط مع اتلتيكو مدريد ويبقى خامس الدوري الاسباني، وريال مدريد يخسر 3 نقاط مهمين جدا في صراع على اللقب مع نادي برشلونة. المفروض المباراة دي كنا نشوف ان ريال مدريد بيهاجم من اول دقيقة وفياريال هو اللي بيدافع. ليه؟ لان فياريال عنده 9 أندية في الدوري الاسباني بيسجلوا اهداف اكتر منه، ففياريال اصلا في مشكلة هجومية، وطبيعي ان الريال هيهاجم. لكن احنا ما شفناش كده اصلا خلال المباراة، او على الاقل في بداية المباراة. طب ليه؟ التشكيل سواء فياريال او ريال مدريد الاثنين لعبوا بخطة 4-3-3. ريال مدريد لعب بكل الاسماء المتوقعة، مفيش اي مشاكل وكلنا عارفين نفس الخطة دي. كان عنده مشكلة بس في الظهير الايمن، مين اللي هيلعب بدل كارفاغال؟ ميليتاو، روديجر، ولا هيلعب مثلا بفاسكيز؟ لحد ما انشيلوتي اختار ان هو هيلعب بميليتاو، وبصراحة الاختيار ده كان اكتر من مناسب. ليه؟ لان ميليتاو مع منتخب البرازيل ادى في المركز الظهير الايمن كويس جدا، وطبعا ما ينفعش روديجر خالص، ولا يلعب بقى ظهير ايمن ولا ظهير ايسر، ما ينفعش. بس كان في فكره، ميليتاو ظهير ايمن عشان يعمل ايه؟ عشان يلعب ظهير وهمي يطلع جنب تشواميني ويساعد على استحواذ الريال مدريد في نص الملعب والسيطره على نص الملعب، مش يلعب ظهير هجومي. لا، هو اصلا ميليتاو مش ظهير هجومي، لانه اصلا مش ظهير، هو بيلعب قلب دفاع. فان انت توصله ان هو يلعب ظهير ويهاجم، ونشوف ان فالفيردي هو اللي يخش نص الملعب جنب مودريتش، كانت غريبه شويه من انشيلوتي. تبتدي المباراه، ايه اللي حصل؟ فياريال بينزل يهاجم بكل قوه في اول 5 دقائق، لدرجه ان هو ضيع كوره عن طريق كوكولي، وضيع كوره تانية عن طريق بينو. الريال يسكت؟ لا، الريال يعود في المباراه تكتيكيا. لا، لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. هو ما عادش في المباراه تكتيكيا، عاد في المباراه فرديا. ازاي؟ عن طريق لاعبين. اللعيب الاول هو فينيسيوس بدا يمسك الكوره ويجري بيها 4 أو 5 خطوات وياخد فاول ويمتص ضغط لعيبي فياريال. ليه؟ لان فينيسيوس لعيب حريف، لو مسك الكوره وجرى بيها 10 15 خطوه هيعمل مشكله كبيره على دفاعات نادي فياريال، فلازم يعملوا ايه؟ لازم يوقفوه عن طريق فاول، فبالتالي يهدي الريتم شويه. تاني نقطه وكانت مهمه قوي، عن طريق اللاعب مودريتش، اللي كل كوره يمسكها يطلعها بوش رجله، 3 كور يطلعهم في ربع ساعه بوش رجله، بلسم، مرهم، سيجنتشر، امضى، حاجه خرافيه من مودريتش. لكن كانت تصرفات فرديه سواء من مودريتش او من فينيسيوس، وباقي لعيبه ريال مدريد مختفيه تماما. وتبتدي المباراه سجال ما بين الاثنين، ما بين فياريال وما بين ريال مدريد، لكن فياريال افضل شويه وماسك الكره اكتر، لحد ما حصل سجال ما بين 2 افراد بقى، بنزيما وبنزيما الايسر، اللي هو ازاي؟ بين بنزيما وبين مهاجم فياريال مورينو، اللعيب الاسباني الهداف اللي السنه دي ما بيسجلش اهداف كتير، لكن النهارده اكتسب ثقه كبيره جدا في نفسه، وكمان اخد مان اوف ذا ماتش. ايه اللي حصل؟ كل ما بنزيما يظهر الريال بيختلف تماما، ومورينو اول ما يظهر بنلاقي ان في خطر شديد على دفاعات نادي ريال مدريد. شفنا ايه في المباراه ديت؟ شفنا ان بنزيما بيمسك الكرة يديها لميليتاو ويقول له روح حط الجول، وفعلا ميليتاو اتصرف صح، مسك الكرة ولعبها 4 5 خطوات لقدام عشان يواجه المرمى. فجأة قال لك لا،
انا مدافع، انا ما بعرفش اشوط، انا اعمل ايه؟ انا حباصي لا اشوط، انا حباصي لا اشوط، لحد ما جاء مدافع فياريال قال لي ايه الخوته دي، وراح مطلعها كورنر وضاعت كوره مهمه جدا على نادي ريال مدريد. كذلك مورينو كل ما يستلم الكوره روح قاطم من على بره ال 18 في مركز الرقم 10 ويطلعها لبينو اللي هو الشاب الصغير اللي بيلعب في نادي فياريال على الجناح الايسر ويضيعها بينو، ويستمر الشوط الاول بنفس السيناريو بالظبط. فياريال افضل، لكن ريال مدريد مش وحش. مش وحش ايه؟ فرديا مش تكتيكيا. فياريال ماسك الكوره اكتر، فياريال بيهاجم اكتر، فياريال بيعمل كور اخطر على المرمى، لكن ريال مدريد برضه موجود. خلص الشوط الاول. الشوط الثاني بقى شوط المدربين ما حصلش اي حاجه، نفس الاسلوب بالظبط، اللهم ان الشوط الثاني كان فيه 3 اهداف. سيناريو الاهداف بقى هو السيناريو الممتع اللي يدي شويه طعم للمباراه اكتر بكتير من اللي حصل فيها. ايه اللي حصل؟ الهدف الاول لفياريال جه عن طريق ازاي؟ جه بتمريره خاطئه من مندي الظهير الايسر اللي بيلعب في نادي ريال مدريد وخليفه مارسيلو، المارسيلو هو اصلا خليفه روبرتو كارلوس، بيقدم تمريره في منتهى السوء. المفروض ان هي رايحه على كروس فاستلمها باريخو، بس باريخو عشان لعيب ما استلمهاش، ولازم ندي اللعيب ده حقه لان هو منسي، وفعلا من افضل اللعيبه اللي جت في الليجا اخر 20 سنه. لعبها على طول لمورينو، اللي مورينو بص وعدل وراح مطلع بينو اللي هو اصلا شاطها غلط، لسه لعيب صغير وفعلا قدرته قدام المرمى سيئه جدا. لما شاطها غلط غلطه حارس المرمى، وبرده اكن القدر بيقول ان مندي انت اللي كنت السبب في الكوره دي، فلازم برده تسجلها في نفسك او تكون يعني متسبب في دخولها، رغم ان هي كده كده كانت داخله في شباك نادي ريال مدريد، عشان يبقى الجول كله على بعضه كده لمندي. طب غلط ده بيحصل، يعني ممكن مدافع يغلط ويتسبب في هدف ويدخل كمان هدف في نفسه وهدفين كمان في المباراه، وعادي، امور وارده في كره القدم عموما. لكن اللي احنا شفناه النهارده ان مندي ما تقدمش طوال المباراه خالص يعمل هجمتين على بعض. انت ظهير نادي ريال مدريد ما بتهاجمش، كل اللعب كله على فينيسيوس، والناحيه الثانيه اصلا الظهير الايمن بتاعك اصلا مساك اللي هو ميليتاو. امال مين اللي هيهاجم؟ انا اللي هاجم. فمندي كان مقدم مباراه سيئه. جه ريال مدريد اتعادل عن طريق ضربه جزاء. هنا بقى الصفحات والسوشيال ميديا وتويتر والفيسبوك والانستجرام كله اتكلم اصل دي ظلم، اصل دي مش ضربه جزاء، اصل دي ما تتحسبش، والحكم راح شافها في الفار وما فكرش اصلا من مرتين وقال لك لا دي ضربه جزاء. طب تعالى بقى نتكلم، هي ضربه جزاء فعلا ولا مش ضربه جزاء؟ القانون بيقول طالما جه كوره في ايد اللاعب واللعيب ده محركها واخد مساحه اكبر من جسمه بقراره لازم تتحسب ضربه جزاء. ده القانون. احنا ما كناش بنعمل كده في الكوره من سنين فاتت، لكن اخر 2-3 مع وجود الفار وموجود الحكم شافها خلاص في عينه، ما بقتش ايه قرار الحكم، ايه رؤيته، ايه خلاص جت في ايده وهو ايده بعيده عن جسمه، اخد حيز كبير، فلازم تتحسب ضربه جزاء. بس مش ده المهم. المهم ان اصلا ان لعيبه ريال مدريد ولعيبه فياريال، واصلا اللعيب اللي جت كرة في ايده من لعيب نادي فياريال، ما خدوش بالهم من الكوره، ما اتكلموش، ما حدش اشتكى، ما حدش عمل اي حاجه. الوحيد اللي عمل كده هو فينيسيوس، قال لا دي ضربه جزاء، لدرجه ان المعلق هو ما كانش فاهم هي ضربه الجزاء على مين. هل مثلا كان في حاجه حصلت؟ هل مثلا في كوره جت هاند بول لما بنزيما شاطها؟ طب ايه اللي حصل؟ طب هل مثلا حد شد فينيسيوس وكان المفروض ياخد ضربه جزاء؟ لحد ما الكاميرا فين ربنا ايه كرمنا وفهمنا ان هي جت في ايد لاعب نادي فياريال. مين اللي جاب ضربه الجزاء؟ مش بنزيما، مش هو اللي سجل الهدف. اللي جاب ضربه الجزاء ده فينيسيوس، ان هو ضغط على الحكم قال له لا معلش بص على الفار، احنا مش هنعمل اي حاجه، بص على الفار. حاجه كده قياده ما كناش بنشوفها من ايام مثلا ايه راموس وكريستيانو رونالدو وجوتي واللعيبه اللي هي بتتخانق وكاسيميرو اللي هم بيعرفوا يضغطوا على الحكم. لا روح شوف الفار، لان الحكم اصلا ما كانش في باله ولا كان هيروح يشوف الفار. يلا الريال يرجع في النتيجه، لا معلش ضربه الجزاء دي احنا ناس كرم قوي، احنا هندي ضربه جزاء لفياريال من الهوا. يتزحلق قلابه وغلطه وتيجي ضربه جزاء وبمنتهى الهدوء يسجلها مورينو وتبقى النتيجه 2-1. وما زال نادي فياريال بيهاجم اخطر وكوره اخطر على المرمى واستحواذه اكتر بنسبه تقريبا 55% ل 45%. في اللحظه دي بقى تدخل انشيلوتي وعمل تغيير، هو يمكن اكتر حاجه عجبتني في المباراه كلها من انشيلوتي، تغيير تكتيكي. ايه هو التغيير؟ لاعب بلاعب؟ لا هو غير جبهه كلها. نزل مين؟ نزل فاسكيز، نزل كامافينجا، نزل رودريجو، ونزل اسينسو في الاخر. هو غير الجبهه اليمين كلها ونزل دماء جديده. بصراحه سيتم برضو عجبني من فياريال انه سحب الظهير الايسر بتاعه ونزل ظهير تاني. الظهير الايسر الاساسي هو الافضل اللي هو ميرينو اللي هو كان بيلعب في نادي ليفربول زمان، الا ان هو برضو عايز يجدد الدماء عشان اللعيبه اللي نازله بلياقه كبيره جدا من لاعبي نادي ريال مدريد. فعلا المباراه بدات تروح شويه ناحيه ريال مدريد، وده منطقي لانه خلاص متاخر في النتيجه وعايز يرجع في المباراه. ضيع اهداف وكذلك نادي فياريال ضيع اهداف.
الرساله اللي عايز اقولها من المباراه او الدرس المستفاد من المباراه هما نقطتين مهمين قوي. نقطه هيقول لك عليها كل المحللين، ونقطه هي دي اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها. النقطه الاولى ايه؟ ان الريال النهارده اسهل حاجه ان انت تقعد تشتمه وتقول ان هو كان بيلعب وحش وان هو ما يستحقش وان اللعيبه دي ما تستحقش وده اسوأ جيل وده ممكن يعني ايه تقطع فروه الريال خالص. لكن هو الموضوع مش كده. ليه؟ لان الريال النهارده على الورق على الارقام اللي حصلت اكسبكتد جولز بتاعته 2. يعني الريال كان المفروض النهارده على الاقل يسجل هدفين. كور محققه ضاعت. ماذا لو كانت كره بنزيما اتسجلت او كره رودريجو او كره فينيسيوس؟ كان ساعتها بقى ريال مدريد العظيم اللي بيكسب في ريال على ارضه رغم مشاكل الملعب الكبيره ورغم وشخصيه البطل بقى، ونقعد نقول في الكلام ده، رغم ان اللي حصل في ارض الملعب ان تكتيكيا ان الريال ما كانش كويس. فحتى لو كان كسب او كان خسر كان الريال كان عنده مشاكل تكتيكيه بعيده تماما عن النتيجه، لكن اترجمت النهارده في النتيجه. فالريال قدر يوصل النهارده بطريقه، قدر يوصل باسلوبه، يمكن اكتر كمان وافضل من السنه اللي فاتت. لا السنه دي الريال بيقدر يوصل اكتر رغم ان بنزيما في هبوط مستوى وان الادوار في الملعب بدات تتغير شويه بنضج لعيب زي فالفيردي، لعيب زي فينيسيوس، لعيب زي رودريجو، فالمشهد في ريال مدريد بيتغير. النقطه الثانيه بقى والمهمه قوي ولازم نتكلم فيها، غياب كاسيميرو وتعويضه بتشواميني، وهيعمل ايه الريال مدريد في الدوري والتشامبيونز ليج. ريال مدريد النهارده لاعب فياريال اللي حاول يمسك كوره على نادي ريال مدريد. الاسلوب ده بيعشقه النادي الملكي لما يبقى بيلاعب فريق كبير. يعني ايه؟ احنا السنه اللي فاتت لعبنا باريس سان جيرمان ولعبنا مانشستر سيتي ولعبنا ليفربول ولعبنا نادي تشيلسي وكلهم لعبنا اندر دوج. هندافع قدامهم وباللياقه العاليه جدا وبشخصيه البطل وبالتكتيك العالي هنقدر نسجل اهداف. بس كان في لاعبين مهمين جدا 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 في التشكيل، غير بقى طبعا تالق كورتوا وش رجل مودريتش وكروس وكل اللي احنا عارفينه ده. في لاعبين مهمين قوي. تألق بنزيما الغير عادي السنه اللي فاتت كان بيقدم مستوى خرافي، عشان كده استحق الكره الذهبيه كافضل لاعب في العالم، وهنقول يمكن السنه دي يستعيد مستواه ويبقى من افضل 3 من افضل 5 او افضل لاعب في العالم ويقدر يقود ريال مدريد تاني. اللعيب التاني هو كاسيميرو. اما اعطي طب ما تشواميني قدر يعوض كاسيميرو، طبعا هو عوض كاسيميرو وفعلا ده كان بالنسبه لي شيء مفاجئ. تشواميني لعيب كويس ولعيب نص ملعب رائع، لكن ما عندوش الحميه والعنف بتاع كاسيميرو في وقت ان هو يقدر يكسر الملعب، يقدر يهدي الريتم بفاولات تكتيكيا ما حدش يعرف يعملها. تشواميني ما يعرفش يعملها، وعلى فكره في لعيبه كتيره جدا 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 في العالم ما يعرفوش يعملوها، هم 2 3 بس، والله هم طبعا كبيرهم كله كاسيميرو. ريال مدريد كان مستحيل يكسب مانشستر سيتي في ماتش العوده السنه اللي فاتت اللي هي الريمونتادا الشهيره جدا بعدم وجود كاسيميرو عودته في مباراه العوده ديت امام مانشستر سيتي غير الورق كله، غير الملعب كله. كاسيميرو مهم في وقت اللي ريال مدريد معهوش الكوره، بيعرف ازاي يوقف الهجمه وازاي كمان يقدر يساعد لعيبه زي ألابا وروديجر او ألابا وميليتاو او روديجر وميليتاو. المهم يعني قلوب الدفاع ريال مدريد بيحتاجوا كاسيميرو، فبالتالي تحول حاليا ريال مدريد الى نادي لازم يهاجم على طول. هتعمل ايه في الشامبيونز ليج لما تقابل فريق كبير يمسك منك الكوره؟ لو قابلت باريس سان جيرمان تاني او السيتي او مثلا ليفربول، طب ليفربول بيخسر دلوقتي رغم ان هو المباراه اصلا امام ليفربول هتبقى مباراه معقده جدا. ماذا لو يورجن كلوب اختار ان هو اللي يمسك الكوره عليك وانت اخترت ان انت تلعب اندر دوج؟ هتستحمل ازاي كل الضغط ده من غير لعيب يقدر يفتك الهجمات ويكسرها؟ تشواميني لوحده مش هيكون كفايه، هترجع ميليتاو ظهير ايمن ويطلع يلعب جنب تشواميني هيبقى تفكير سليم، لكن النادي محتاج شغل كتير جدا لانه خلاص تحول السنه دي انه فريق ما بينفعش يعمل حاجه غير انه يمسك كوره ويهاجم. لو اتمسك عليه كوره هتبقى مشكله كبيره قوي. طب هل ده معناه كده ان ريال لا محاله هيخسر من ليفربول، لا محاله هيخسر امام اي فريق بيمسك كوره؟ هقول لك لا. كل ما ماتشات الشامبيونز ليج هتلاقي المباريات الريال عنده زي ما بنقولها ايه اللي هي شخصيه البطل، لا هي مش هتتسوى كده. الفكره ان اللعيبه هتكون مهيئه نفسيا ان هي تقدم مباريات كبيره. اما في الدوري بقى، في الدوري اللي هو بيبقى 3 نقاط، هو نازل النهارده امام فياريال هو عارف انه كده كده هيكسب عادي، يعني هو فياريال هيدافع قدامي وانا هسجل اهداف لان انا اقوى خط هجوم في البطوله.
فبالتالي ممكن تفقد 3 نقاط في 3 نقاط في 3 نقاط، برشلونه يشرق عنك ياخد الدوري. وهنا دي نقطه مهمه قوي، من قوه وعظمه ريال مدريد السنين اللي فاتت ان كان في مشاكل في برشلونه، فبالتالي نفسيه ريال مدريد وجمهوره بتعلى جدا. ماذا لو ان برشلونه انه كل يوم في مشاكل، برشلونه اصلا لسه بيلاعب فريق درجه ثالثه ولا رابعه ولا عارفين ننطق اسمه حتى، داخل فيه 3 اهداف من عيل وكاسبين 4-3 بالعافيه، وحاجه يعني فضيحه الفضيحه يعني في النادي الكتالوني. تخيل لو نهوا الموسم بالفوز بالدوري رغم كل المشاكل دي، ساعتها نفسيتهم هتعلى، الفلوس هتكتر، يصرفوا اكتر، يبقى في منافسه امام ريال مدريد. ريال مدريد لازم يستعيد توازنه بشكل كبير جدا في الدوري الاسباني، لازم يفوز بكل النقاط سواء امام الفرق اللي هيستحوذ امامها او امام بعض الفرق اللي هيسيبوا الكوره زي امام ريال بيتيس او مثلا نادي فياريال او مثلا لا اتلتيكو مدريد اكيد هيخسر الكوره، او امام نادي برشلونه. لازم ساعتها ريال مدريد يستعيد توازنه ويفوز بالثلاث نقاط. يا رب تكون النقطه دي وصلت، ويا رب تكون العوده كده حميده، وان احنا ان شاء الله نقدر نتواصل مع بعض تاني في الفيديوهات ونحلل مباريات كتير. وقولوا لي طبعا دلوقتي شايفين ليه النهارده ريال مدريد خسر امام نادي فياريال، وايه هي الحلول، وهل الحل ممكن في الصفقات؟ يعني لو جه لعيب دلوقتي لريال مدريد، انت رئيس النادي ومعاك فلوس انك تجيب لعيب، هل في لعيب يقدر ينتشل الفريق، او مش هنقول ينتشل، يحسن الفريق ويخليه دايما منافس على الدوري والتشامبيونز ليج؟ ولا المشكله اكبر من كده بكتير، وهي مشكله تكتيكيه لازم تتغير في النادي؟ هستنى طبعا ارائكم في التعليقات. انا احمد معطي، اشوفكم ان شاء الله في تحليل فيديوهات قادمه لنادي ريال مدريد. سلام.